مساء الخير على كل متابعين قناة ميكانيك الصعيد. زي ما أنا قبل كده نبهت في فيديو إن الترس تاخد بالك منه إن ممكن ما يتقلبش. ده ترس عربية لادا، ده يتقلب. أنا ما عنديش هنا الكاحل اللي أنا نبهت عليه، الرمش اللي بيبقى في بداية السنة هنا اللي هو بيدي أريحية للمرش إنه يعشق. الترس ده مش موجود، الكاحل ده مش موجود في الترس ده. معنى ذلك إن الترس ده يقبل إنه يتقلب الناحية دي والناحية دي. بس نصيحة أخوية، لو السنة اتاكلت معظمها لدرجة إن ساب لي قيمة ربع السنة هنا، رجاء محبة غير الترس، لأن السنة بتبقى ضعيفة، بتبوظ لك ترس البندكس بتاع المارش بسرعة. يعني أنت لو احنا بنقلب الترس لما يكون الترس في النص، في ال3/4، انما في الربع او في سنه اقل من الربع حرام انك تقلب الترس، لانك انت حال الفتيس وهتدي اجره ميكانيكي على ترس في ربع السنه. الربع السنه دي مش هتقعد معاك شهر بالظبط وهتفلت تاني وهتبوظ، لان السنه ضعفت معاك. لو الترس بتاع البندكس بتاعك شادد حلو هو المرش، هياكلها بسرعه، هتتاكل بسرعه. وفي اقرب وقت الترس بتاع البندكس لما يتاكل سنه، اول ما ترس البندكس بتاع المرش يا دوب يسيف حاجه خفيفه، هتبص هتلاقي الاتنين فلتوا، وهتعوز بعد ما انت حليت الفتيس هتعوز تحله تاني وتدي اجره ميكانيكي تاني. يا ريت ما تنساش دعم القناة بالاشتراك وتفعيل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، واللايك بتاعك بيشجعني ان انا اعمل فيديوهات مفيدة ليك ولكل الناس. شكرا لكل المتابعين.